السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعيني عزاز كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم يومية رجاء. ما نساوش بحال ديما نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله بسم الله توكلنا على الله. فيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم فيه السفة ديال الروز. كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه، وخا تكونوا ما عمركم صوبتوها. الا تبعتوا الطريقه غادي تصوبوها وغتنجح معكم وغادي تعجبكم اكيد. ما نساوش بحال ديما كيف كنقول لكم ديما، خليو لي اللايك، واللي ما مشتركش يشترك في القناه وتعليق زوين بحالكم. وبسم الله على بركه الله. انا تما عندي كيلو ديال الروز اللي نوعيه جيده، اللي الرز الكلاصي، داك النوع اللي تيكون طويل، ما عارفاش سميتو بالضبط. داك النوع اللي تيكون طويل، حيت كاين واحد النوع ديال الكلاصي تيكون قصيور. هذا الرز داك اللي طويل. يمكن لكم تستعملوا الرز الابيض الا بغيتو، وغير الرز الابيض ما غاديش ديروه في الكوكوط كيف ما الطريقه اللي غندير انا دابا، حيت الرز الابيض دغيا كيطيب. هذا لا كيبغي تبارك الله الوقت في الطياب. صافي خديت الرز ديالي غسلته ودرته في الكوكوط، درت عليه شويه الماء، غطيته تقريبا واحد 2 غرارف ديال الماء، ما عبرت صراحه الماء. صافي وسديت عليه. ملي تبدا تصفر الصفاره غادي نحسب 3 حتى ل5 ديال الدقائق ونطفي عليه ونحيد الصفاره. صافي غنلقاه مص داك الماء. الروز غادي يكون هنا طاب تقريبا نص طيبه، وغادي نقلبو في القصعه ديالي. نتوما الا بغيتو تستعملوا الرز العادي الابيض ما ديروش في الكوكوط. صافي غادي تشدوه، نقول لكم حتى هو الطريقه ديالو كيفاش تشدوه. تغسلوه مزيان، ديريه في القصعه ديالك، تكبي عليه تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء طايبين، وتخليه تما واحد نص ساعه. ترجعي تحليه بيديك ودهنيه بالزويته وديريه يتفور. هذا الرز الابيض العادي. اما هذا لا، هذا كيبغي الطياب. انا بغيت نختصر عليا شويه الوقت، نخليه شتو غيشد لي الوقت بزاف صراحه في التفوار. قلت نديرو شويه في الكوكوط. صافي درتو تما، درت عليه واحد شويه الملحه، دهنته بشويه ديال زيت لوسيور، بقيت كنحلو بحال هكاك بيديا، ورشيته بواحد الغريرف ديال الماء بارد. ما الصراحه ما تصورليش هذاك المقطع. هادي فاش يلا حيدته من الكوكوط، دهنته بالزيت والملحه، زدتو شويه الماء بارد، وبقيت كنحلو بحال هكا بيديا. صافي وخليته تما واحد نص ساعه كيرتاح. وعاد رجعت نديرو في الكسكاس باش نردو يتفور. شوفوا تبارك الله الروز كيف محلول ومفرز، يعني الحبه على اختها. وبحال هكا غادي نستمر، وما غادي يجي لا معجن لا حتى شي حاجه، كيجي طايب وكيجي تبارك الله مفرز محلول حبه على اختها كيف قلت لكم، وكيجي زوين بزاف. صافي هنا غادي نديرو في الكسكاس ديالي وغادي نردو يتفور. التفوار البرمه ديال الماء عندي غاليه، يعني الماء غليان. غادي نردو نخليه تقريبا واحد 12 حتى ل 15 دقيقه كيتفور. ومنين نبغي نردو يتفور نغطيه بالبلاستيكه كيف ما كتشوفوا. ضروري ما كندير له داك البلاستيكه من الفوق، باش كيرجع فيه داك البخار ديالو، باش كيرجع فيه داك العرق ديالو، والروز كيكمل طيابو كيطيب. اما الا خليته غير كيتفور هكا كيف ما تنفورو كسكسو، لا ما غاديش يعني الروز يطيب مزيان. من الاحسن نغطيوه بالبلاستيكه ضروري. صافي غادي نغطيه ونردو يطيب حتى يتفور التفويره الثانيه. التفويره عفوا الاولى، دابا هذه اول تفويره غندير لهم بعد ما حيدته من الكوكوط. صافي هنا من بعد ما دازت المده اللي قلت لكم، كيف قلت لكم من 12 حتى ل 15 دقيقه يتفور وهو مغطي بداك البلاستيكه. هنا فاش شوفوا فاش قلبته في القصعه تبارك الله راه كيتحل راسو براسو. ما بغيتش هذا المقطع، ما بغيتش نحيدو لكم. فاش قلبت الكسكاس في القصعه، شوفوا الروز كيفاش كيتحل. وحتى الروز من كيكون نوعيه جيده كيساعد صراحه في النجاح ديالو، كيجي كيف قلت لكم زوين. صافي هنا غادي ناخذ واحد سميتو، انا عندي نيدو، خديت واحد المعلقه د النيدو ودرت عليه واحد الكاس الماء وخلطتها. اللي ما عندوش نيدو بغى يزيد الحليب، كاس الحليب يزيد. اللي ما عندوش حتى الحليب سائل وما بغاش يزيدو ما يزيدوش، هذه غير كاضافه كتعطيه واحد اللمسه، واحد البنه عاوتاني. حتى الحليب صراحه زوين، كيعطيه واحد اللمسه زوينه. واللي بغى يزيد فانيا يزيدها. انا المذاق ديال الفاني صراحه ما كيعجبنيش في السفه، لا في السفه لا بحال هكا في السفه ديال الروز ولا السفه ديال الشعريه، ما كتعجبنيش المذاق ديال الفاني صراحه. اللي كيعجبو المذاق ديال الفاني النسمه ديالها يقدر يزيد فانيا. صافي داك الحليب بحال هكاك مع داك نيدو عفوا زدتو بحال هكاك وتنبقى ندخلو فيه. وعاوتاني غادي ندير تما واحد 2 طويبات ديال السكر او المرسو او سنيده او اللي عندكم. درتهم في داك الزليفه، وزيت الماء سخون اللي عندي في البرمه هزيت ودرت على داك الزليفه. وزيت بقيت نتوما شو انا كنت درت السكر تما 2 طويبات ديال السكر، درت عليهم الماء طايب من البرمه، وبقيت نروي به بحال هكا داك الرز. وكنحرك وتنحلو بحال هكا، تنحاول ندخل فيه نلبسو كامل بداك الحليب.
وداك الماء اللي رشيتو به فيه السكر، حتى غادي نخلطو كامل ونخليه عاوتاني يرتاح. نخليه يرتاح تقريبا عاوتاني واحد 15 حتى 20 دقيقه حتى كيتشرب داك الماء وداك الحليب، وعاد غادي نردو يتفور التفويره الثانيه. صافي هنا من بعد ما خليته ارتاح هاد المده اللي قلت لكم 15 دقيقه 20 دقيقه بحال هكاك، كنخليوه يرتاح على المده هذا. من كنقلبوه كنلقاوه يعني كتبقاي تحلي الرز بيدك كتلقاه شرب داك الماء اللي رشيتو به وداك الحليب وداكشي. صافي درتو رديتو يتفور لقيتو يعني خصو يتفور، درتو في الكسكاس ورديتو بحال المره الاولى. دابا ديت التفويره الثانيه اللي فورتو بها، صافي قلبتو لقيتو طايب يعني ما غيبقى خاصو لا ما لا حتى شي حاجه. صافي ما غنزيدش نرشو، لقيتو يعني طاب كمل طيابو. يعني الرز كتذوقوه وكتقلبوه بيديكم كتلقاو الحبه ديال الرز هكا كتبركوا عليها بصبعكم كتلقاو الرز طايب. صافي غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الزبده كبيره وغادي ندهنو بها ونلبسو بها كامل ونخليه تما عاوتاني كيرتاح تما، ونغطيه ونخليه حتى نبغيو ان شاء الله نبغي نحطو اللي بغيتو تصوبوه الغدا تصوبوه، اللي بغى يصوبو العشاء يصوبو، اللي بغى يصوب مثلا دجاج يدير له بحال السفه المدفونه، يدير له كل واحد يصوبو كيفاش يعني كل واحد كيبغي رافقو باش بغى. حنا صراحه كنا صوبنا الغدا. صافي خليته تما دخلت فيه داك الزبده وخليته كيف قلت لكم حتى بغينا نتغداو. عاد درتو عاوتاني يتفور التفويره الثالثه، ماشي ضروري التفويره الثالثه خصو يتفورها. دابا الا كنتو مثلا بغيتو تحطوه في هاد اللحظه هادي صافي دهنوه بالزبده وتحطوه. انا غير بحال سخنته كيف ما غنقولوا بحال سخنته مع كنت وجدته بكري. صافي خليته حتى بغينا نتغداو، وعاد طلعتو داك التفويره الاخرى وخليته وحطيته في الطبيصل ديالي وزوقته بسكر كلاصي وكاوكاو وشويه ديال الزبيب والقرفه. والتزوق كيبقى اختياري، تقدروا تزوقوه بالمشماش بالبرقوق باش ما بغيتو، كل واحد كيزوق باش ما بغى بالزبيب معسل. انا الزبيب ما عسلتوش، كان باقي عندي غير واحد شويه درتو غير في الكسكاس تبخر. ايوا صافي زوقته به بحال هكا. صافي كيجي هاد الرز تيقوني والله العظيم الا كتجي هاد السفه ديال الرز خطيره، كتجي تبارك الله بنينه. كتاكلي الرز يعني طايب ورطب وفي نفس الوقت معزول، يعني الحبه على اختها، ماشي كتاكلي الرز معجن ولا شي حاجه. السفه ديال الرز هذه هي الطريقه ديالي انا باش كنصوبها، ومازال ان شاء الله معاك نشارك معاكم ان شاء الله يا ربي الطريقه ديال السفه ديال الرز الابيض العادي. حيت كاين اللي ما غاديش يقدر ياخذ الرز بحال هكا ولا شي حاجه، يصوب الرز العادي الابيض حتى هو يمكن لكم تصوبوه حتى هو كتجي السفه ديالو زوينه. خاص غير الانسان يعرف كيفاش يطيبو كيفاش يصوبو. وصافي كان هذا هو الفيديو ديالي ديال نهار اليوم. ما تنساوش تخليو لي اللايك واشتراك وتعليق زوين بحالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف يا احلى متتبعين. وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي.